السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. فالساحة الإعلامية المغربية حاليا تشهد واحد ظاهرة لافتة. فهناك بعض صناع المحتوى بما فيهم بعض الصحفيين المتخصصين يصرون على المطالبة بإقالة المدرب وليد الركراكي على رأس المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، ذلك رغم النتائج الإيجابية التي حققها وليد مع المنتخب الوطني. إذن هذه الظاهرة هي في الحقيقة تتجاوز حدود النقد الرياضي، لتكتشف أو لتكشف لنا عن ديناميات نفسية واجتماعية وثقافية أعمق. فهناك يمكن أن نتحدث في هذا الإطار أولا على واحد البعد النفسي. هناك واحد شي ناس عندهم دائما نزعة المعارضة الدائمة. فالبعض من هؤلاء صناع المحتوى يبنون هويتهم على رفض الإجماع. لماذا؟ ليظهروا كأصوات مستقلة وجريئة. كذلك هناك من يبحث على التفاعل في هذه البيئة الرقمية التي تحكمها الخوارزميات، الجدل والصدمة يضمنان واحد النوع، واحد النسب ديال المشاهدة عالية. كذلك هناك الإسقاط، واحد النوع من الإسقاط النفسي، بحيث يتم تحميل المدرب رمزية الإخفاقات شخصية أو جماعية، فيصبح هدفا سهلا للتعبير عن الإحباط. ثم هناك واحد بعد اجتماعي. فوفق علم النفس الاجتماعي يظهر واحد تيار مضاد كلما ساد إجماع جماهيري. لماذا؟ ليؤكد استقلاليته. ثم هناك واحد الفئة أخرى، فنحن نعرف أن الركراكي أو أصبح واحد رمز وطني بعد كأس العالم في قطر، ومعارضته معارضة وليد تمثل رفضا للانصهار في الهوية الجماعية. تحدثنا مثلا عبد الله الكاتب والمؤرخ عبد الله العلوي في تحليله لمفهوم الإجماع الوطني يرى أن المثقف أو الفاعل الاجتماعي قد يختار موضع أو موقع المعارضة الدائمة كوسيلة لإثبات حضوره، حتى لو كان ذلك على حساب المصلحة العامة. كما أنه يمكن أن نتحدث عن قولة أو رأي محمد عابد الجابري الذي يربط بين العقل النقدي والتموقع ضد ما هو سائد
لكنه يحذر من أن النقد غير المؤسس يتحول دائما إلى مجرد مزايدة خطابية لا أقل ولا أكثر. فكما أن الفكر العربي عموما عرف سيارات الرفض المطلق في مواجهة مشاريع الإصلاح، نجد كذلك في الرياضة صدى لهذه النزعة، حيث يصبح المدرب الناجح موضوعا للتشكيك المستمر. إذن هناك هذه الدعوة المستمرة اللي قالت وليد الركراكي ليست مجرد تقييم رياضي، بل هي في الأساس استراتيجية نفسية وإعلامية وثقافية، فهي التي تكشف لنا عن واحد النزعة كما قلنا معارضة كهوية، بحث عن التفاعل والانتشار بالنسبة لأصحاب المحتوى، وكذلك هو نوع من صراع رمزي مع الإجماع الوطني. وبذلك أيضا تتحول كرة القدم إلى مسرح نفسي ثقافي، حيث تتقاطع الفردية مع الجماعية والجدل الإعلامي مع الرمزية الوطنية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.